السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك ويكملوا معايا الفيديو للآخر. حقيقي النهاردة يوم يعني عارفين اللي هو ايه، منجز والله. أنا راضية فيه طبعا عن كل حاجة، اللهم لك الحمد والمنة يعني. الجو بصراحة صعب جدا، ما يشجعش على أي حاجة فشكرا وكتر خير ألف خير كمان أي ست بتقوم تباشر يومها في الحر والتعب والفرهضة والضغط الواطي والمعاناة اللي احنا بنعانيها في الحر ده. وتسلم ايد كل واحدة بتقوم وتعمل أكل لأسرتها وتقوم تشوف احتياجاتهم. والله العظيم انتوا ابطال، يعني اوعوا تفتكروا ان الموضوع ده عشان مثلا بيتم يوميا فعادي خالص. والله كنت صاحيه بقى على فرهضه وصداع، فبصراحه ما كنتش قادره اعمل اي حاجه. عملت بس كوبايه قهوه وجبت كام تمرايه كده، وفي الاخر ما اكلتش غير تمرايه واحده، وطبعا ازازه الماء المتلجه. قعدت كده بس رسيت شفت اعمل ايه بس في اليوم، لان حرفيا الجو صعب جدا، يعني ربنا يجرنا من النار ومن عذابها. المهم كده قلت ابدا باوضه النوم، لان اوضه النوم حرفيا احنا بقالنا يومين قاعدين فيها هي. فعايزه اقول لكم يعني ما شاء الله خديجه خليتها زريبه، عارفين بقى ادويه في كل حته، وهي من رافضه تاخد العلاج لان هي عندها التهاب في زورها وكده. فكانت سخنه خالص، درجه حرارتها ما بتنزلش. فعايزه اقول لكم هي مش عارفه تبلع حاجه، فكانت بتتعامل معايا اللي هو ايه بقى، لا انا مش هبلع اي حاجه. فحرفيا المكان كان متبهدل. المهم كده بقى قمت على غرفة النوم. عايزه اقول لكم برضو من ضمن الحاجات اللي حصلت يعني ان هي كانت ده ادوية وعصير على على الملاية والكفر. ف غسلت الكفر، جيت افرش الملاية كده افتكرت ان الكفر خلاص اصلا الجو شمس موت. فقلت اكيد الكفر هيكون نشف يعني، وفعلا طلعت جبته لقيته نشف. ففرشته كده وفرشت عليه الملاية، وبدأت بقى ادي مسحة للأوضة. انا عايزة اقول لكم والله العظيم، آه، عارفين انا كنت حرفيا خلاص عايمه في ميه، عارفين اللي هو عايمه في مرق حرفيا. الجو حر جدا، وطبعا عشان اصور فلبست الاسدال. عايز لكم والله الجو فعلا كان نار، فربنا يا رب كده يجيرنا من النار ومن عذابها، ويرحم الناس اللي بيشتغلوا في الشارع والناس اللي عايشه في الادوار العليا. حرفيا احنا بنتعذب او بنتسلق. وعايزه اقول لكم كمان مروحه من المراوح اللي عندي عملتها معايا، فالله المستعان كده عايشين في الريسبشن على مروحه واحده بس. عايزه اقول لكم ما كناش قاعدين في وشها، ما بنعرفش نقعد. فربنا ييسر كده ونصلحها باذن الله، او نجيب تكييف بقى، دعواكم ان شاء الله بالخير. فالمهم اديت الغرفه كده مسحه، وكنت مهويه الشباك، قفلته وشديت الستاير. وطبعا عايزه اقول لكم بقى الخرطوم بتاع التكييف ده من كتر ما هي عماله تشد فيه وقعيته فعلا، فصليته، فاضطرينا ان احنا نلزقه تاني. يعني مش عارفه عارفين اللي هو العيال تحس ان هم اما بيبقوا تعبانين بيبقوا مجانين، عارفين اللي هو انا هعمل اي حاجه تقل ريحه اللي قدامي. فالله المستعان خلصت كده وفرشت الكفر وفرشت المشيتين، وقلت الله المستعان بقى كده اولع عود بخور، لانه عارفين كنت حاسه ان هو لا كده كده هرش المعطر بريحه الخوخ، وانا اصلا مسحت الارض فريحه الخوخ ماليه الاوضه. فاللي هو بقى لا انا عايزه محتاجه حاجه اقوى شويه. فطبعا كده شقلبت الدنيا وانا بوريكم بولع البخور. فولعته كده بقى وبدات امشي بيه على كل حته، عارفين اللي هو بقى عايزه الورد والمكرميه، عايزه كل حاجه فيها قماش تسحب من ريحه البخور. وعايزه اقول لكم بقى كمان الطاقه اللي بتديها البخور للبيت يعني ما شاء الله. انا بس نسيت اشغل الشاشه، او حرفيا عشان هي كسرت الريموت فمش عارفه اشغل الشاشه. فقلت بقى مش مشكله، كده كده اخلص تصوير واشغل قران كده في البيت كله. الله المستعان يعني. عايزه اقول لكم اللي هو كنت بحس اللي هو ايه ده البخور راح فين، اولع واحد تاني ولا ايه، لقيته بس وقع هو يعني عايزه اقول لكم بقى من يعني من احسن انواع البخور اللي ممكن تجيبوها اللي هي على شكل قمع اللي انا وريتها لكم دي، لان هي حرفيا انتوا يعني بتشغلوها من فوق بس، ولا محتاجه بقى فحم ولا محتاجه حاجه. يعني اللي هي البودر اللي عندي دي لازم اولع لها فحم وكده، لكن دي سهله بتولعوها زيها زي العيدان. وما شاء الله هي بقى بتشتغل مع نفسها. طبعا كده بدأت ابخر كل حتة في البيت. عايزه اقول لكم والله العظيم تنظيفة الغرفة دي هي مثلا ممكن تبان لكم كام دقيقة، دقيقتين ثلاثة كده، لكن هي خدت وقت كبير جدا اكبر مما تتخيلوا. يعني خدت لها بتاع ساعة ونص مثلا عقبال ما نظفت وكنست ومسحت. واكتشفت اصلا ان انا كل ده كان التليفون ما بيصورش. فقلت بقى الله المستعان مش مشكلة،
المهم كده خلصت، فرشت برضو يعني عايزه اقول لكم بقى ان انا دلوقتي بقيت استغل فكره ان انا كل ملايه بيبقى معاها كيسين مخده يعني. فبدات افتح اكياس المخدات كده واعملها ملايات صغيره لخديجه، يومين واشيلها اغسلها زيها زي الملايه بتاعتنا بالظبط. فالله المستعان كده بقى سبت البخور، كان البخور عارفين بقى اللي هو ايه، ملعلع كده في الأوضة. غسلت طبق فاكهة كده لما حسيت بالجوع، طبعا هبطت بعد المجهود اللي انا عملته، فقلت بقى انا مش عايز اكل، فمفيش احسن من الفاكهة، قلت اعمل كده الطبق ده اقعد انقنق فيه انا والانسة خديجة. وفعلا طلعت عايزه اقول لكم بقى يعني الريسبشن يعني يبقى نظيف، لكن الكفر ده راح جابت صوص الشطه من باب التلاجة وده لقيته عليه. فطبعا اضطريت ان انا اعمل له تنظيف جاف كده، وطلعت الكفر في الشمس علشان خاطر الشمس بقى ايه تقوم بشغلها معايا. طبعا عايزه اقول لكم ان انا كنت هبطت، فنفس الصوره اللي انتوا شفتوها ده كان الواقع اللي انا حاسه بيه، كنت حاسه ان الدنيا بتغمق حرفيا. المهم كده شلته مسحت الريسبشن كده واديت له بقى فرصته، قلت مش مشكله اسيب الجزء ده من غير اي فرش لحد بس الشمس ما تنشفه. هي كانت ساعه زمن كفيله ان هي تخليه حتى مش مندي. بس انا بقى قلت كده ايه، اخليها قاعده على الكنبه، احاول ما اخليهاش تنزل الارض، لان هي لو لقيت الارض كده هتنزل بقى تمسك الكوبايه بتاعتها. انا حتى رفعت الكوبايه بتاعتها على الجزامه، لان هي يعني بتفضل تشفط منها، تملى بقها ميه وتروح دلقالي في الارض. فانا مش عارفه يعني انا مش عارفه اعمل ايه ولا حتى اروح فين. المهم كده سبت بقى الجزء ده وقلت مش مشكله، انا حتى كان عندي الكفر التاني اللي عليه الفراشه، قلت لا انا مش هطلع حاجه من مكانها كده كده، يعني هو مش هياخد ساعه زمن، وانا كده كده اصلا عارفين حاسه ان هو لسه في ريحه شطه، يعني مثلا الريسبشن كله ريحه شطه، لان انا اصلا ما خدتش بالي، بس انتوا ممكن تاخدوا بالكم دلوقتي ان انا لقيتها دهنه الحيطه والجزامه، وانا اصلا ما كنتش واخده بالي ان هي مسكت الشطه بايديها وقعدت تعمل كده. فطبعا بعد ما صورت فوجئت ان هو لا، الجزامه كلها شطه والحيطه اللي جنبها. فبدات كده جبت فوطه يعني حطيت عليها جنرال وميه ومسحت الحيط. المهم كده اللهم لك الحمد كنت خلصت. وطبعا هي مسكت في الالعاب بتاعتها، ما لقيتش حل بقى معاها، انه يعني انا مش لاقي حاجه هديها، عارفين بقى هي متجننه عليا. فقمت كده منزلاها في البانيو. عايزه اقول لكم بقى ازمه من ضمن الازمات اللي عندنا، سكان فيصل هم اللي هيحسوا بيها. عايزه اقول لكم الميه بتقطع عندنا، مثلا احنا داخلين في الشهرين اهو، ممكن مثلا في الشهرين دول الميه مثلا جت 10 ايام كانت شغاله عادي صبح وليل، في الشهرين يعني في خلال 60 يوم. طول الايام التانية بقى الميه بتيجي الساعه 2:30 بالليل، واحيانا كانت بتفصل الساعه 1 الظهر. دلوقتي بقى الساعه 9:30 مثلا ما بتلاقوهاش موجوده. دي بقى من ضمن المشاكل اللي حصلت لي، ان انا اليوم اللي قبل ده قمت الساعه 11 لقيت الميه قطع اصلا وانا ما مليتش، فكأن الميه قطعت علينا يومين متواصلين. فقمت اليوم ده بدري جدا، انا قمت بس بهدف ان انا املى ميه، ما اعملش اي حاجه غير كده. المهم خدت الطرقه كده معايا، وطبعا انتوا عارفين مين اللي باظ لطرف الكفر كده، راحت جايباه عليه وطيه. فرحت فرحته تاني، وامري لله ربنا يهديهم علينا. والله انا نفسي اخرجها، بس انا حرفيا طلوع ونزول السلم في الحر ده بيموتني. المهم بقى عارفين كده ما فطرتش، فكان هافف عليا اكل حاجه بقى كده عارفين اللي هي تبسطني. فسالت الحاج صاحب البيت قال لي لا انا هيتاخر في الشغل ومش هاكل. قلت بقى كده ايه اقوم اعمل لي بيتزايه، بس في نفس الوقت ما كنتش عايزه اكل حاجه مش صحيه. فقلت مش مشكله، انا كده كده عندي دقيق الحبه الكامله، هعمل البيتزا بقى بكل المكونات بتاعتها الصحيه. لو كان عندي زيت زيتون ما كانش هيبقى فيها ولا غلطه، بس للاسف ما كانش عندي زيت زيتون كان خلصان. فعملت بزيت ذره كده، قلت بقى اخف الاضرار يعني. المهم كده حطيت باكيت الخميره في معلقه سكر وشويه ميه، بس انا حطيت ميه كتير مش عارفه ليه، بس قلت بقى اختبر المفعول بتاعها. وبدات كده انزل بالدقيق بتاعي. انا عامه ما بحطش مقادير لان انا بعمل بالوايم كده، عشان ايدي واخده على يعني فاهمين مقدار العجن. المهم حطيت الدقيق كده ونزلت عليه بالزبادي. عارفين انا مش عارفه، كنت حاسه كده ان انا مش معتمد حاجه، اللي هو يلا كده كله شقلب وقلب. حطيت ما يعادل كده معلقتين او اقل كمان من معلقتين زيت، وقلت لو احتجت احط تاني، بحيث ان انا مش عايزه ازود الدهون وفي نفس الوقت مش عايزه انشفها. نزلت كده بشويه زعتر، عايزه اقول لكم الزعتر ما شاء الله بيديها طعم حلو قوي. ونزلت بسنه الملح، والخميره خلاص كانت بدات تشتغل، قلت بقى ايه مش مشكله اسيبها تشتغل كده مع الدقيق، وابدا اعجن، لان هي بتاخد وقت حوالي 10 دقايق عجن. وبايديكم لو ما عندكوش مضرب زي حالاتي كده، فلا عادي بايديكم بقى اشتغلوا.
عايزه اقول لكم كنت كل ما احس ان هي يعني حسيت ان الميه اللي انا حطيتها كتير قوي، فبدات انزل كده بالدقيق، بقى انزل بدقيق لحد ما احس ان هي لا هي مش محتاجه دقيق تاني. لما حسيت بقى ان هي ملزقه نزلت كمان بمعلقه زيت، قلت عشان المها وكده. المهم سبتها ساعه في الفرن يعني تختمر كده مع نفسها. وانا عايزه اقول لكم ان الجو حر قوي، فما شاء الله خمرت على طول. عايزه اقول لكم بقى حاجه، ما تستنوش نفس النتيجه اللي بتطلع لكم بالدقيق الابيض ان هي تطلع لكم بدقيق الحبه الكامله. هي بتخمر يعني بتتفرد وكل حاجه، بس مش بنفس الطريقه اللي انتوا بتبقوا مستنيينها. وبرضه مش هتطلع متماسكه زي ما انتوا متخيلين، يعني مش زي الدقيق الابيض. المهم كده انا عايزه اقول لكم ان انا كان عندي شويه صلصه، وشويه الصلصه دول كنت عاملاهم بتوم كده وزبده، فكنت مستخسراهم بصراحه. نزلت عليهم بلحمه مفرومه متعصجه عندي كده، قلت هو ده الحشو بتاع حلو قوي. انتوا عارفين حتى انا بمشيها عليهم، يعني مش حاطه حشو كتير، لان انا برضو مش من انصار الحاجات الكتير اللي بتتحط. يعني احب مثلا احط خضار، احب احط جبنه. المهم حطيت جبنه تحت كده وحسيت ان هي لا قليله قوي، فقلت مش مشكله. حطيت زيتون وطماطم وفلفل وبصل، وبعد كده هرجع احط بقى طبق الجبنه تاني فوق. حطيتها كده ودخلتها الفرن، وزي ما انتم شايفين اللهم بارك كده باينه من الطروف ان هي متحمره، كانت زي الفل. طبعا كنت عملت كم يعني بطاطسايه كده في الاير فراير، قسمتها انا والانسه خوخه، وجبت بيبس دايت وكام كيس كاتشب كده. وزي ما بوريكم اهو، انا خدت قطعه بس زي ما انتم شايفين هي متحمره وكل حاجه وما شاء الله مستويه، بس هي ما بتدكوش التماسك اللي انتم مستنيينه، يعني عشان صدمة بس يعني. لكن هي ما شاء الله حلوة حلوة. المهم بقى يظهر لكم يوم من الايام اللي نحسد عليها ان المايه كانت شغالة، فالله المستعان كده دخلت على الحمام. عايزه اقول لكم بقى مكان الجوالين اصلا يعني عارفين بقى مفيش ميه، فمش عارفه امسحها، فما صدقت بقى بسرعه قلت لا اقطعها ولا حاجه، فقلت اجري بسرعه. بس هي خلاص ما دام الساعه عدت مثلا واحده وما قطعهاش، خلاص كده بتفضل شغال. فقلت بقى ايه، من حق الحمام ان هو ياخد الغسله التمام بتاعته. فبدأت كده بقى امسح الارضية، طبعا بعد ما غسلت قد التويلت والحوض، وقلت كده قد الارض بقى غسلة محترمة، لانه طبعا بفتح البانيو بتاع خديجة وبملاه علشان خاطر بس يبقى عندنا مية. والحمد لله كده الحمام كمان كان تم. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم كده. دي نهاية الفيديو، اشوفكم ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعاية الله، مع السلامة. ربنا يحفظكم يا رب جميعا ويجعلكم امنين ومطمئنين كده في بيوتكم وفي حياتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وما تنسوش تسيبوا كومنت جميل كده زيكم، صدقوني بيفرق معايا جدا. مع السلامة.